السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. وحشتونا كتير كتير من آخر فيديو نزلناه مع بعض. صباح الجمال، صباح السعادة، صباح كل حاجة حلوة أقولكم طيبة. طبعا مكملين في سلسلة ايه ال- المعجنات والمخبوزات والحاجات اللي تعمليها في البيت اللي ممكن أولادك ياخدوها معاهم في اللانش بوكس بمناسبة دخول المدارس. كل سنة وانتم طيبين ويدوم عليكم الأيام بخير يا رب. فموسم جديد، فيلا بينا كده هشارك معاكم النهارده بعض الوصفات اللي تنفعك جدا في موسم المدارس. تمام. فاول حاجه كده انا هنا هعمل مقدار عيش هعمل عيش. اول حاجه 4 كوبايات من الدقيق، نخلتهم كويس جدا. حطيت رشه من الملح، حطيت معلقه من السكر، حطيت يعني هي مش رشه من الملح، يعني زودت الملح سيكه، مقدار نص معلقه من الملح، معلقه من السكر. تمام. وحطيت معلقه من الخميره الفوريه، ونزلت بمقدار 3 معالق من الزيت، ومقدار كوباية من الرايب او كوباية من الزبادي، ده او ده. تمام اللي متاحة عندك. تمام. عجنت بقى العجينة بتاعتي، لميتها زي ما انتم شايفين كده، فيها تلزيقة حاجة بسيطة، انا محتاجة التلزيقة دي. بصوا بقى، العيش دوت لو انت حطيتيه يعني ايا كان الحشوة ايه هي، حطيتيه في الفرن بتحس ان هو قلب على قرص. يعني تسوية الفرن بتاعتنا، فرن البوتاجاز، غير الافران الخارجية، ناخد بالنا من الحاجات دي يا بنات والتركات دي. فانا بسويه على الجريلا او على صاجة من فوق، بيديني زي عارفين الحواوشي اسكندراني، بيبقى عامل زي كده، يعني العيش بتاعه بيبقى عامل زي كده. فبيبقى بصراحة طعمه حلو جدا. وطبعا العيش الحشوة دي انت بتبدعي فيها زي ما انت عايزة تعمليها حشوة بسطرمة، حشوة جبن وشوية خضار، حشوة ميكس لانشون وجبنة رومي وجبنة موتزاريلا وشوية فلفل الوان وبصلاية. تمام. بطاطس مهروسة مع بصلاية وقرن فلفل وجبنة موتزاريلا جبنة رومي، هيبقى تحفة جدا. انا النهاردة عملت حشوة غريبة جدا ممكن حد يستغربها، بس اقسم بالله كان طعمها تحفة تحفة تحفة. عملت حشوة بالقرنبيط. قطعت بصلايه. تمام. وكان عندي قرنبيط مفرزه في الفريزر عادي جدا، فرحت جبته. تمام. وقطعته حتت صغننه، طبعا هو مسلوق وجاهز ومتفرز. قطعته حتت صغيره جدا، ونزلت على البصلايه ان انا شوحتها بمعلقتين زيت ومعلقه زبده. وبعد كده بقى التوابل اللي تحبيها بقى، انا حطيت توابل مملحه كده اللي هي يعني بديل المرقه الفوريه، هبقى اشاركها معاكم ان شاء الله باذن الله مره تانية في فيديو. وكمان حط بقى فلفل اسود، بابريكا، ملح لو محتاجه طبعا انت بتدوقي. حطيت بقى قرن شطه فيها، كمون، كزبره. التوابل الحلوه دي ان هي طعم لك الاكل بتاعك. عايزه اقول لك ان ما كانتش قرنبيط، كانت حاجه غريبه كده، يعني طعم غريب، ما تحسيش ان انت بتاكلي قرنبيط اللي انت متعوده عليه. شفتوا لما تحطوا القرنبيط في العجة وما يبانش ان هو اصلا قرنبيط؟ هو ده اللي حصل معايا، ما يبانش ان هو اصلا قرنبيط. المهم ان انا قلبتها كده لحد ما اتاكدت ان هي طبعا استوت معايا، عشان ما تبقاش مجلده ولا اي حاجه، لان انا بسلقه نص سلقه وبخليه يكمل يعني التسويه بتاعته في الفريزر. تمام. طبعا حاليا مفيش قرنبيط لان احنا في الصيف، القرنبيط بيبقى في الشتاء. بس انتوا عارفين ان انا بحب ان انا افرز، فانا قلت اشارك معاكم افكار كده، اقول لكم مثلا لو عندك كذا او كذا او كذا، او مثلا لو عندك قرنبيط زي كده ينفع في حشوه وتغيير. واقسم بالله انا عملت لاولادي اكلوا منه وخدوا تاني يوم الحضانه معاهم وزي الفل، الدنيا حلوه جميله يعني. المهم بعد ما استوت معايا نزلت عليها بشرايح من الجبنه الرومي، حطيتها على النار لحد ما ساحت كده. عايزه اقولك ان هي بعد التسويه كانت بتشط وتمط كده، كانت من الجبنه الرومي مديه طعم حلو قوي وميكس حلو جدا، ان هي يعتبر كده اصبحت مطبوخه. بس المهم بدات بقى ان انا كده العيش بتاعي اختمر والحشوه بتاعتي جاهزه، ما سبتوش يختمر قوي. تمام. مش عايزاه انا يفور مني قوي كده. وبدات بقى ان انا افرده بالزيت كده او بالزبده المتاحه عندك استخدميه. تمام. وبعد كده بتحطي الحشوه في قلبه وتبداي ان انتي تلميه. وبعد ما تلميه هتحطي بقى الحشوه والمها. تمام. واقفل عليه زي ما انتوا شايفينه كده، وبعد كده ارجع يعني المه كده كانها قرصه. بصوا هو جاي معايا بالطول، هبدا بقى المه بالشكل دوت واجمعها كانها قرصه، وابدا بقى ان انا المها كويس جدا. تمام. واتاكد ان هي قفلت من تحت كويس جدا على صاجه بقى سخنه جدا، او صينيه، او جريل. لو عندك جريل هيبقى تحفه جدا، اذا كان كهربا او اللي هو بتحط على النار، هتدي كده شكل شرط وعلامات، هيبقى شكلها حلو جدا. فالمهم ان انا حطيت، وابدا بقى ان انا اقلب فيه بقى من يمادي ليمادي، وكمان اقلب بقى طبعا الجناب ده لما يدور، وعلى نار هاديه ما تعليش النار خالص نهائي، عشان يبدا العيش بتاعك يستوي
ويبقى من جوه ميبقاش معجن، ميبقاش عجين من بره من جوه وواخد لون مثلا من بره ولا حاجه، لا يبقى من جوه من جوه ومن بره مستوي وطعمه حلو جدا. عايزه اقول لكم انه كان طعمه اقسم بالله خطير. بصوا شايفين الجمال؟ ابدا بقى ان انا اقلب فيه لحد ما ياخد معايا اللون الحلو الجميل جدا. تمام تمام. المهم ان انا ايه بدات بقى ان انا كده ايه احط بقى من هنا لهنا، وابدا بقى ان انا اغير، وان انا طبعا ابدل واقلبها الناحيه دي واشيل ديت. والمهم ان انا ايه كنت ده على النار على التسويه، وانا بحضر الناحيه التانية بجهز القرصه واحط الحشو واقفلها نفس الحكايه وارجع احطها. فضلت اعمل كده لحد ما مليت الصاج بالشكل دوت، وكل الكميه استوت معايا. واخر قطعه من العجينه اعمليها بسمنه وسكر بيبقى طعمها حلو جدا على فكره. لو الحشوه بتاعتك خلصت جربيها، انا عملت كده وبجد كان طعمها حلو جدا، عجبت اولادي جدا جدا واكلوها، وزي ما قلت لكم خدوا الباقي كمان معاهم الحضانه. تمام تمام. بس فبصوا بقى دي طريقة التسوية عشان برضه ابقى مشاركة معاكم كل حاجة على الواقع، على ارض الواقع زي ما انتوا شايفين كده بالشكل دوت. بصوا بقى لما بتتقلب الناحية التانية بتشد، اول ما بتشد كده تحس ان هي شدت، فبتقدري انت تقلبيها الناحية التانية. اكيد مش بقلبها وهي عجينة، بتمسك نفسها وبتشد كده واروح قلبها الناحية التانية. الصينية فيها ايه او الصاجة دي فيها ايه؟ فيها مسحة من الزيت. برضه انت لو هتعملي جريل كده عادي على النار هتحطي مسحة من الزيت. على الشوايه اللي هي برضو جريل بالكهرباء نفس الحكايه برضو مسحه من الزيت. تمام. بس طبعا هي كل ما تمسك معاكي كل ما تبقى الحركه بتاعتها اسهل على البوتاجاز وانت شغاله. تمام. ده بقى شكلها. بصوا اللهم بارك، دي اخر حاجه خلاص، دي اخر الكميه. فطبعا الاجزاء دي هي مش محروقه على فكره، بيبقى طعمها حلو جدا. مش بتبقى محروقه يعني، هي بتاخد لسعه كده من على النار لان انت النار مباشره عليها وبتستوي عليها. بس فده شكلها زي ما انتوا شايفين اللهم بارك. وده شكلها من جوه خطيره يا بنات، خطيره، جربوها تعجبكم جدا. شايفين اللهم بارك العيش مستوي من جوه ازاي؟ يعني العيش مستوي متفرغ من جوه زي ما انتوا شايفين كده، والحشوه بجد سو يامي.